اسمك؟ انت شو اسمك؟ صقر. صقر. هذا وش هو هذا اللي جايبكم هنا؟ يمن. قول لي قصتك. يمن. قصتك وش هي؟ أبي متوفي وأنا دخلت هنا أشقي على أمي. ايوه. أمي فيها عبد الفقري، دخلت أدور لي على علاج ليها وأروح. أيوه. يقول لي أنا لما طلع نزلت يضربنا. من هو؟ علي اسمه. وش يسوي؟ وين يوديكم؟ ودينا البيت ونزلنا هنا في الشوارع. الشوارع. يقول إذا ما جبت فلوس يضربنا. يضربكم. وين ضربك؟ شوف. يوجع يا أخي. يجرح ويوجع. يد الله انه موقف يكسر الظهر وانه يكسر القلب. طفل دخل يتغرب، يعلم الله كيف دخل تهريب، يعلم الله كيف ضربه، يعلم الله كيف تعذب، يعلم الله ما عانى من اجل ايش؟ من اجل انه يجي يشقى يجمع فلوس يرسلها لامه بينها العمود الفقري. وصل لها عند واحد كلب ما عنده لا نخوه ولا مروه ولا كرامه ولا ذره انسانيه، ينزلها اليوم الاول يشتغل لا آخر اليوم ويشيل منها الفلوس، ما أدري يشقى على أمه ولا يشقى على هذا الرجال ولا على من يشقى. أسأل الله بحق هذه الساعة يا هذا الآدمي ويا هذا الرجال أنه ربي يبليك في روحك وأولادك وكل ما تملك. أسأل من الله أنه يورينا فيك عجائب قدرته في الدنيا قبل الآخرة يا عديم الرجولة والمروة والإنسانية. أخي موقف رب الكعبة ما تدري كيف توصف هذا الموقف، وكيف يا أخي لا أن وصلنا لهذه الدرجة يا أخي ما تستوعب، شو رب الكعبة ما تستوعب. طبعا الذي صور هذا الطفل اليمني وواحد من اخواننا السعوديين بيض الله وجهه ورحم الله والد والده من اليوم ليوم الدين، وقام بتسليمه لاحد مراكز الشرطه والامن لكي يرحلوه او يوصلوه للسفاره اليمنيه ويرحلوه يوصل عند امه سالم غانم، ما يقع بها اي شيء ولا يحصل لها اي شيء في الطريق. نحن نطالب ونناشد الحكومة السعودية أن تلقي القبض على مثل هؤلاء الأشخاص الذي بيستغلوا الأطفال بين التسول ويضربوهم ويعذبوهم وينزلوا عليهم أشد العقوبات. أقسم برب الكعبة ويشهد الله من عالي سماء أنهم يستحقوا الإعدام، وهذا الشخص أنه يستحق الإعدام، مش المعاقبة بس يستحق الإعدام. يا أخي حرام، يا أخي النخوة، يا أخي الطفل اتقي الله. ناشد من الشعب السعودي والشعب اليمني أي واحد عنده معلومة على هذا الطفل إنه يتكلم معنا أو يفعل لنا رسالة بالخاص، وإحنا الشعب اليمني مستعدين أن إحنا نتكفل ونحتوي هذا الطفل ونعطيه كل غالي رخيص والذي يملكه، ونزيد نعالج أمه لو فيها العمود الفقري ونتكفل بكامل علاجها. تحياتي لكم.